اسمع لي مزيان واعطيني ودنك اليوم، لاننا غنهضروا في واحد الموضوع مهم جدا 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 وممكن يغير لك حياتك. اليوم حنا باش ننجحوا في الحياه بصفه عامه ونحققوا داكشي اللي كنطمحوا ليه، واش حنا محتاجين المعرفه ولا محتاجين المهارات الشخصيه؟ لا شك في ان اي انسان اليوم عنده واحد المهارات شخصيه، وهذيك المهارات تقدر تكون ذات مستوى عالي او لا مستوى متدني. وهذه المهارات هي المهارات اللي كتعامل بها انت مع الناس. دوك باش حنا كنتعاملوا مع بعضياتنا عندنا جوج حوايج اساسيين: المهارات ديال التواصليه، يعني باش كنتواصلوا مع الناس اولا كيفاش كنتصرفوا حنا مع الناس، والمهارات المعرفيه. دونك المهارات المعرفيه هو داكشي اللي كنعرف ندير انا. ولكن في كثير من الاحيان اولا دابا انت فاش كتكون باقي صغير، كون عندك 5 سنين راه كتدخل المدرسه كتبدا كتعلم فقط المعرفه. ما كنقولش فقط المعرفه، ولكن راه انت كتعلم الاخلاق والتعامل مع الناس بطريقه غير مباشره. ولكن واش هذيك الطريقه باش كتعلم انت تتعامل مع الناس واش كتعطيها القدر الكافي كيف ما هي كتستحقه؟ واش هي بعدا عندها واحد الاهميه كبيره في انك تنجح؟ يعني الا كانت عندك علاقات مزيانه مع الناس وكتعرف تكونترولي لو غولاسيون ديالك مع الناس، واش عندها شي تاثير ديال انك على النجاح ديالك؟ دابا شوف، باش نكونوا واضحين، راه باش تنجح خصك جوج حوايج اساسيين، وهو المعرفه والمهارات الناعمه او اللي سوفت سكيلز. ولكن قبل ما نهضروا على هذه المساله خليني نحطك في واحد لا سيتياسيون تفاؤليه. تخيل معايا انت مدير كدير مجموعه من الناس تحت منك، وانت مسؤول لواحد لا ميسيون، مسؤول لواحد الخدمه خاصها دار وغتحاسب عليها من بعد. يعني الناس اللي غيتحاسبوا معاك ما غيتحاسبوش مع الناس الاخرين، انت غيتحاسبوا معاك انت على ديك الخدمه. داكوغ؟ وانت كدير واحد الناس، عندك نائب المدير وعندك مجموعه من الناس من العامل الصغير الى اكبر موظف عندك في الاداره ديالك. دابا الا سولتك كان عندك ذو شوا، يعني عندك واحد البوست خوا وبغيتي ترقي واحد الانسان معين، شكون اللي غترقي؟ شكون البروفيل اللي غترقي؟ واش غترقي داك الانسان اللي عنده المعرفه كثيره ولكن عنده لي سوفت سكيلز طايحين، يعني ما كيعرفش يتواصل مع الناس، ما كيعرفش يحل المشكل ولكن معرفيا ما غنهضروش عليه؟ ولا غترقي داك الانسان اللي عنده واخا المعرفه ديالو متوسطه ولكن عنده لي سوفت سكيلز، كيقدر يحل المشكلات، كيعرف يتواصل مع الناس، الطريقه ديالو فعاله، دونك كيجذب الناس؟ ولا دونك شكون غترقي في هذه الحاله؟ انا متاكد اللي تحط اي واحد في هذا السياسه راه غترقي داك الانسان اللي عنده المهارات ديال التواصل، لانه هو ديجا يكون عنده واحد التاثير عليك وانت غتكون كترتاح ليه اكثر من خلال التواصل ديالو. اذا هذه سوفت سكيلز مهمين جدا. ومع الاسف الشديد دوك حنا فاش كندخلوا للمدرسه راه ما كنقراوش بزاف على سوفت سكيلز، واخا المدرسه في الاول التربيه والتعليم والتربيه قبل التعليم، حنا كنترباو اكيد، ولكن حنا ما كنسلطوش الضوء في المدرسه على الطريقه ديال التربيه ديالنا، كيفاش نتعاملوا مع المواقف، كيفاش نترجموا الرسائل ديال اي واحد بغى يتواصل معنا، ومن خلال الترجمه ديال ديك الرساله انت كدير لا رياكسيون ديال على الانسان الاخر. ولكن كيعطيو واحد الاهتمام كبير للجانب المعرفي، كيعطيو الاهتمام للجانب المعرفي، ولكن الجانب التربوي اللي هو مهم. وفي الاخر انت فاش غتبغي تمشي لاي بوست اول حاجه غتحتاجها هي باش تخدم، اول حاجه غتحتاجها هي انك غتتعامل مع ناس. دونك اول حاجه غتحتاجها هي غتتعامل مع الناس. ولا ما كنتيش قاري شويه وكتعامل عن وعي مع الناس، صدقني غادي تدفع ثمن كثير وغتخسر واحد الوقت كثير باش انك ديفلوبي هذه المهاره، وبالتالي من بعد غتقدر تنجح في داك الشيء اللي بغيتي. اذا باش نكونوا واضحين، المساله ديال لي سوفت سكيلز راه مهمه جدا. ودائما انا حقيقه من خلال الاحتكاك ديالي مع الطلبه وهذا، دونك دائما كنصح بهذه القضيه هذه، لانني من خلال التجربه ديالي في المدرسه ولا حتى في بيئه العمل، انت دائما محتاج انك لي سوفت سكيلز، محتاج انك تتواصل مع الناس، محتاج انك تكون تعرف دير حل المشكل، اي مشكل عندك تقدر انتربريتي بشكل صحيح ودير ليه الحل ديالو. دابا تخيل معايا، دابا لا جا شي انسان هضر معك بواحد الطريقه سيئه، واحد الانسان اخر هضر معك بطريقه يعني جيده، نهضروا على العلوكه الاولى. انت اكيد فاش غيهضر معك واحد الانسان وغيبروفوكيك راه غدير واحد لا رياكسيون. دونك هذيك لا رياكسيون انت قبل ما ديرها واش كدير رد الفعل ديالك على الفعل ديال الشخص ولا على الطريقه كيفاش دار داك الفعل؟ اكيد بنسبه 99% راه حنا كنديروا لا رياكسيون على الطريقه كيفاش تعامل مع الناس، الوغ كو هادشي راه خاطئ، لانه الطريقه باش تعامل معايا هو راه كتدل عليه هو، ما كتدلش عليا انا. وهذه اكيد انه دابا كتبان لك غير تنظير، ولكن راه دراسات علميه كتقول لك انه اي عاده بغيتي تدخلها في حياتك انت محتاج فقط 21 يوم باش تقدر تدخلها. دونك غتبقى ديرها بشكل واعي 21 يوم، من بعد
غتدخل في السيستم ديالك. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو الاخوان، ونراكم على خير.